وقد اختلف أهل التربية هل الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب أو الأصل في الإنسان وجود أمراض القلوب. فذهب الإمام الغزالي رحمه الله إلى أن الأصل في الإنسان وجود أمراض القلوب جميعا فيه، واستدل لذلك بشق صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتزاع المضغة السوداء من قلبه وغسله بماء زمزم وحشوه بالنور والحكمة. فقال لو كان أحد من البشر لا يحتاج إلى علاج أمراض القلوب لكان الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شق صدره وانتزعت منه المضغة السوداء وغسل وحشي بالنور والحكمة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء؟ هل ترى فيها أي في البهائم من جدعاء. وفي الرواية الأخرى: فهل ترى فيها من جدع أي من قطع، هل ترى في البهيمة الواحدة عند ميلادها من جدع أي من قطع. فالأصل أن تكون تامة الخلقة وهي تولد كذلك، وهذه الفطرة فطرة الخلق. والذي يظهر لي الجمع بين القولين والدليلين، فنقول الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب، لكن الأصل فيه قابليته لأمراض القلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم تسبق عليه أمراض القلوب قطعا، فالذي انتزع من صدره وهو المضغة السوداء ليست أمراض القلوب، وإنما هي القابلية البشرية، كونه من البشر، والبشر يقبلون الأمراض، فلما شق صدره وأزيل منه هذه المضغة السوداء لم يعد قابلا لتلك الأمراض، وهي مثل الأمراض البدنية. البدن يمرض، لديه قابلية، كل إنسان يمكن أن يصاب بالداء السكري مثلا أو بالسل الرئوي أو بأي داء من الأدواء البدنية، هذه قابلية موجودة في أصل الفطرة والخلقة، وهي التي يدل عليها ما ذكره الجمهور من الأدلة في الفطرة. أما إزالة القابلية فهو أمر عسير لا يقع إلا بالاجتباء والاصطفاء الإلهي، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأنبياء الله وأصفيائه وأوليائه من خلقه، يجتبيهم الله فينجيهم من قابلية هذه الأمراض.